اما بقى لو كانت معظم اجاباتك 3 لا قدر الله، فاحتمال الخيانة اكيد مليار%. هذا الرجل ليس له محل ثقة على الاطلاق. كيف بقى نمسك هذا الرجل الذي ليس له محل ثقة ده؟ عايزين نقفشه. عايزة تعرفي؟ خطتنا هنقسمها على خطوتين وبالترتيب. الخطوة الأولى هي مراقبة كل تصرفات جوزك في الحياة اليومية، ولكن بطريقة غير مباشرة، يعني من غير ما يحس بأي حاجة. الخطوة الثانية هي مراقبة كل علاقاته وتصرفاته على السوشيال ميديا، وارد جدا يطلع مظلوم. يلا بينا نمشي بالترتيب ونشتغل على الخطوة الأولى، المراقبة اليومية. أول حاجة هتلاقيها اتغيرت في جوزك طريقة معاملته مع الموبايل. هتلاقيه دايما بيحافظ على وجوده قدامه، وده على غير العاده. هتلاقيه دايما بيرفض الرد على المكالمات او على رسائل الواتساب قدامه. ولو صدفت في مره ورد، ركزي كده في نبره صوته، هتلاقي نبره صوته اتغيرت تماما لو كان بيكلم الكلبه بتاعته. تاني حاجه هتلاقيه دايما بيحب يفضل بره البيت، وكمان هتلاقي فيه تغير مفاجئ في مواعيد شغله. تالت حاجه هتلاقيه بيتكلم في التليفون لفترات طويله، وبيقعد على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات اطول. رابع حاجه هتلاقي فيه فلوس كتير جدا بتروح من ميزانية البيت من غير سبب مقنع. خامس حاجة ممكن تلاقي كمان فواتير لحاجات اشتراها مش موجودة في البيت اصلا. سادس حاجة ممكن تلاقيه بيجيب لك هدايا كتير جدا من غير سبب ولا اي مناسبة، وطبعا ده الاحساس بالذنب. سابع حاجة هتلاقي اهتمامه زاد جدا بشكله واناقته ولياقته، وده طبعا على غير العاده. تامن حاجه هتلاقيه بطل يتكلم معاكي ويشاركك في تفاصيل يومه زي ما كان بيحصل في الاول. تاسع حاجه هتلاقيه بقى عصبي جدا لاتفه الاسباب، وكمان مش بيعجبه اي حاجه من تصرفاتك، ودايما بينقدك على اتفه الاسباب. اخر حاجه مفيش مانع برضو انك تراقبي العربيه بتاعته كل فتره كده. ممكن تلاقي اكسسوار حريمي واقع في الدواسه، ممكن تلاقي صباع روج، ممكن تلاقي بصمات ايد حريمي على ازاز العربيه، تلاقي العربيه ريحه البرفان كده مش البرفان بتاعك. المهم ان كل الخطوات اللي فاتت دي تكون تحت اطار المراقبه فقط، يعني معاملتك معاه ما اتغيرتش، وفي نفس الوقت ما بتعلقيش على اي حاجه انت شفتيها. ده لسببين. اول سبب ان هو ممكن يطلع مظلوم بعد كل ده، وتاني سبب انت لسه ما مسكتيش الدليل المادي بايدك، لان برضه خراب البيوت مش بالسهل. وفي نفس الوقت لازم يكون عندك قدر من التسامح. يا بنتي لازم تهدي، ده مصير ناس. يلا بينا بقى نخش على الخطوه الثانيه، مرحله الوحش، مراقبه السوشيال ميديا. اول حاجه الموبايل، هنراقب الموبايل، ولو هو بيخونك اكيد هيغير الرمز السري ومش هيديهولك ابدا. طيب لو هو عامل الباسورد بارقام لازم تلقطيه باي طريقه من الطرق، وانا عارف انك هتوصلي وهتعرفي الرقم. لكن لو هو عامله ببصمه الايد او بصمه العين فيا ريت يكون عامله كده طبعا، لانك انت سهل جدا تفتحي الموبايل وهو نايم. تاني خطوه لما الموبايل هيبقى في ايدك هتقدري تتعرفي على الرسائل اللي بتيجي في الماسنجر والواتساب. ومش بس كده، لا انت كمان هتفتحي قائمه الاكثر اعجابا والاكثر تعليقا والاكثر اتصالا على سجل المكالمات. ومش بس كده، هنفتح كمان قائمه اسمها اذرز. القائمه دي لما هتفتحيها هتعرفي نوعيه الرسائل اللي بتجيله، وهتعرفي كمان هو ازاي بيرد على الرسائل دي، لانه وارد جدا ما يردش على الرسائل اللي بتيجي من قوائم الاصدقاء، لانه هيبقى حاسس انه متراقب. وده مش بسببك انت، بالعكس ده اي حد بيعمل اي حاجه غلط بيبقى عنده نفس الاحساس ده. الخطوه الثالثه ممكن جدا وهو نايم تاخدي الموبايل وتفتحي الواتساب على الكمبيوتر وهو مش هيحس باي حاجه، وترجعي بقى الموبايل جنبه تاني بسرعه جدا، وتقعدي على الكمبيوتر تفتحي الواتساب براحتك وتعرفي كل اللي انت عايزاه. وبكده تكون انتهت الخطوه الثانيه، وكمان انتهت الخطه كلها. بس قبل ما اقفل الفيديو حابب اقول لك حاجه، وارد جدا انك تتاكدي ان هو خاين، وارد جدا انه يطلع فعلا شخص ليس له محل ثقه، ولكن انا عايزك تهدي جدا قبل ما تاخدي اي قرار، لان خراب البيوت ده مش بالسهل، ده بيحدد مصير ناس، عيال واسره، باباكي، مامتك، الدنيا دي كلها بتتدمر. فلازم الهدوء، وكمان ممكن يكون عليكي جزء كبير منه
والله فعلا ممكن تكون انت سبب في الخيانه وانت مش حاسه، حتى يا ستي لو كان جزء صغير، فانت لازم برضه تهدي. وكمان حابب اقول حاجه لكل واحد بيخون بقى عامه، سواء كان راجل او ست. هو انت بتخون ليه؟ يعني هو انت مبسوط بان انت تخاين؟ يعني انت مبسوط فرحان انك متوتر وعايش على طول في رهبه، حاسس ان انت طول الوقت متراقب؟ يا اخي لو مش عاجباك العلاقه دي، طب ما تنهيها احسن بدل ما تفضل عايش خاين كده. واوعى تفتكر كمان ان انت ما اتكشفتش علشان انت شاطر ولا انت دماغك جهنميه، بالعكس ده هو حسن ستر ربنا عليك مش اكتر. لسه رصيدك من الستر ما خلص، فلازم بقى تظبط علاقتك بربنا شويه، لازم تقرب من ربنا، ان الله لا يهدي كيد الخائنين. فطبعا ما يصحش جدا انك تبقى في علاقه زي دي وما ترضاهاش على نفسك ولا ترضاها ان الجزء التاني منك يعمل زي ما انت بتعمل. فلازم يبقى عندك شيء من العدل. وبكده تكون انتهت الحلقه وانتهى الفيديو، ويا ريت يكون كلنا استفدنا. ومش هقول لكم بقى شيروا، لكن يعني براحتكم جدا مفيش حاجه. يا رب بس نكون كلنا استفدنا. والسلام عليكم. انا ما بعرفش اقفل الفيديو بصراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.